السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنصحابكم في رحلة جميلة جدا للقرية النوبية. القرية النوبية دي اللي موجودة في مدينة أسوان في البر الغربي. والقرية دي مشهورة إن هي قرية غرب سهيل، ودلوقتي إحنا في المركب في الموتور بوت رايحين القرية، وشايفين المناظر الجميلة الموجودة ماشيين في النيل. عبارة عن قنوات زي ما انتم شايفين، وشايفين الحشائش اللي احنا شايفينها دي. النيل هنا شديد قوي، ودي المنطقة اللي فيها أحجار الجرانيت اللي احنا شايفينها. وزي ما انتم شايفين كده النيل شديد، لأن احنا هنا قريبين من خزان أسوان، أو السد أسوان القديم اللي هو اتبنى سنة 1901. المنطقة دي فيها صخور كتيرة قوي. وبعد شوية كده احنا شايفين ادي مركب من المراكب اللي رايحة القرية النوبية. القرية النوبية دي من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في أسوان في الغرب. والرحلة بالموتور بتاخد حوالي 45 دقيقة. زي ما انتم شايفين كده الكثبان الرملية الناعمة جدا، وبعد شوية شايفين القرية النوبية اللي ظهرت قدامنا بالبيوت الجميلة والمناظر والعادات والتقاليد. وكلمة نوبة جاية من الاسم المصري القديم أو الكلمة المصرية القديمة، ومعناها نوب وتعني الذهب. وهي كانت المكان اللي بيستخرج منه الذهب، كانت كل مناجم الذهب منها. عشان كده احنا بنسميها بلاد الذهب. القرية النوبية بيسكن فيها النوبيين، ودول ناس مصريين مسلمين. الناس دول بيتكلموا اللغة النوبية، ودي لغة محلية هم بيفهموها، بجانب ان هم بيتكلموا اللغة العربية اللي هي زي اللغة المصرية اللي هنا كلنا بنتكلمها في مصر. طبعا في عادات وتقاليد داخل القرية النوبية هنشوفها. في حاجات اللي هو التوابل اللي تتباع في القرية النوبية، واللي معظمها جاي من السودان أو مزروع في منطقة النوبة. زي ما انتم شايفين كده مناظر البيوت والجيست هاوس، اللي هو في بعض الزباين بتفضل ان هي تقعد في المكان ده، ان هي تقيم فيه وتقضي فترة الأجازة بتاعتها. أماكن جميلة جدا. هنستمتع بالغنى النوبي، وهنشوف كل المنتجات اليدوية النوبية، وهنشوف كل الحاجات اللي احنا ممكن يعني بنشوفها في الأفلام وبنسمع عنها في بلاد النوبة الجميلة. والرحلة نفسها بتاعت المركب جميلة جدا. في الوقت الصغير اللي هي بتاخده دي 45 دقيقة، بنشاهد فيها مناظر على الشطين بتوع النيل، او على الشط الغربي بتاع النيل بنشوف الاغاخان، بنشوف جزيرة النباتات اللي هو بنقول عليها كيتشنر ايلاند، او جزيره النباتات اللي هي موجوده في اسوان، وفيها انواع نادره من النباتات، وفيها انواع نادره من الاشجار. بس اجمل شيء القريه النوبيه، لما هننزل وهنشوف الناس نوبيين، وهناكل الاكل النوبي، وهنشرب الشاي النوبي الجميل القوي، الشاي بالنعناع. ونتمشى في القريه ونشوف البيوت القديمه والجديده، والعادات والتقاليد بتاعتهم. مدينه اسوان مدينه جميله جدا، زي ما احنا هنشوف بعد شويه. ودلوقتي تاني في مدينة أسوان، احنا حاليا في المتروبوت ده مكان تاني، جزيرة فيلة. جزيرة فيلا اللي بيوجد عليها معبد إيزيس اللي احنا شايفينه، والمعبد ده اللي اتنقل من مكانه الأصلي على الجزيرة القديمة اللي كان اسمها جزيرة فيلا، للجزيرة الجديدة اللي اسمها جزيرة إيجيليكا. ودي أسامي جزر كانت موجودة لما اتبنى السد العالي سنة 1971. معظم الجزر ومعظم المباني دي غمرتها مياه النيل لما عليت مياه النيل بعد بناء السد العالي. فكان من الضروري ان الاماكن دي يا اما نبني سد حوالينها، يا اما ننقلها من مكانها. وكان القرار النهائي لليونسكو ان المعابد دي تتنقل من الجزيرة الموجودة عليها لجزيرة جديدة. وتم نقل هذه المعابد، وانتهى نقلها، عملية النقل بتاعتها سنة 1978. ودي كانت ضمن عدد من المعابد، منها معبد أبو سمبل ومعبد فيلة ومعبد كلبشة، والعديد من المعابد اللي هي كانت بتغمرها بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالي بعد بناء السد العالي. منظر جميل. وتقدر توصل للجزيرة دي بس عن طريق الموتور بوت، لأنها فعلا جزيرة بتحيط بها المياه من كل الجهات. وعليها معبد إيزيس، وعليها مقصورة هادريان الإمبراطور الروماني، وعليها اللي هو الكشك بتاع تراجان. وهنشوف بعد شوية مظاهر لاحتفال السائحين في النيل.
واللي احنا شايفينه دلوقتي انما اخر حاجه ومن المعالم الرئيسيه معبد ابو سمبل اللي هو بيقع 350 كيلومتر جنوب مدينه اسوان. معبد الملك رمسيس الثاني اللي بيتعامد عليه الشمس مرتين في السنه، في اكتوبر 22 اكتوبر و22 فبراير. واللي الميديا بتقول ان ده تاريخ الميلاد وتاريخ التتويج بتاع الملك رمسيس الثاني، ولكن حديثا اثبتت الدراسات ان التعامد ده بيكون في بدايه فصل زراعه وبدايه فصل حصاد. المعبد ده مقطوع في الصخر، والمعبد ده من ضمن المعابد اللي هي اتحولت من مكانها الأصلي بعد بناء السد العالي، عشان مياه بحيرة ناصر كانت بتغمره بشكل كامل. واترفع من مكانه حوالي 65 متر أعلى وحوالي 200 متر للخلف. فالمعبد ده معبد يعتبر من المعابد الفريدة في مصر. وزي ما احنا شايفين بحيرة ناصر قدامنا، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حوالي 500 كيلومتر، 350 كيلومتر في مصر و150 كيلومتر في السودان. طبعا الواجهة بتاعة المعبد الشهيرة واللوحات الموجودة عليها والتماثيل الجالسة للملك رمسيس الثاني، 4 تماثيل، 2 على كل جانب. وجنبه في معبد الملكة نفرتاري، هي الملكة المفضلة أو الملكة المحبوبة للملك رمسيس الثاني، ملك الأسرة 19، واللي بنى ليها معبد بجوار معبده نظرا للحب الشديد اللي بينهم، واللي كان بيقدرها تقدير كبير جدا، الملكة نفرتاري، واللي معناها جميلة الجميلات، أو اللفظ الدارج أو الاسم الدارج حاليا في مصر، حلاوتهم. شكرا ليكم، ما تنسوش تدعمونا باللايكات.